السلام عليكم. عمرك سألت نفسك ليه في ديزاينز شكلها حلو جدا بس مش مفهومة؟ خليني اقول لك ليه. ببساطة يا صديقي، اللي حاصل هنا هو ان الديزاينر استخدم ايكونز غلط. تعال نتخيل مع بعض انك دخلت ابلكيشن ولقيت كل سكرين فيه مليانة ايكونز، فطبيعي جدا ان الايقونات دي بدل ما تفيد المستخدم وتساعده، هو العكس تماما اللي بيحصل، هي بتشتته. وده لان الايقونات عبارة عن لغة للتواصل مش مظهر جمالي في التصميم، وكلغة طبعا محتاجة تكون مفهومة. فنقدر نقول دور الايقونات الحقيقي عبارة عن فيجوال كوميونيكيشن تول، بيسهل فهم المحتوى على المستخدم. يعني بدل ما تكتب جملة طويلة، ايكون واحدة ممكن تختصر الكلام كله، وده بدوره بيحسن اليوزابيلتي وبيقلل الكوجنيتيف لود على المستخدم. وطبعا مش كل الايكونز زي بعض، في منها انواع، زي عندك الاكشن ايكونز ودي زي الايديت والديليت والابلود، وعندك كمان الستاتس ايكون زي الورنينج والايرور والسكسس، وعندك كمان الانتراكتيف ايكونز ودي زي التوجل والدروب داون ايكون، وكمان عندك البران ايكون زي ابل وفيسبوك وجوجل ايكون. وكل نوع وليه معنى، ولو خلطت كل الانواع دي في الديزاين من غير سيستم، صدقني هتضيع المعنى. وقبل ما تستخدم اي ايكون اتاكد انك بتطبق الثلاث قواعد دول: الكلاريتي والكونسيستنسي والليبل سبورت. طيب هو حجاج الموضوع ده بيفرق يعني مع البيزنس؟ هقول لك اكيد طبعا يا صديقي، وده لان ايكون واحده لو مش واضحه ممكن تضيع كونفرجن او تعمل فراكشن في جورني المستخدم كلها، وده معناه زي ما اتفقنا خسارة وقت وفلوس. فباختصار يا صديقي، الايقونات مش للزينة في التصميم، دي تول لو استخدمتها صح هتزود وضوح التصميم وسرعة الفهم عند المستخدم، ولو استخدمتها غلط هتبوظ اليو اكس كله وهتشتت المستخدم.